اهلا بنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ الصحه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده. شكرا الناس اللي كيسولوا عليا كنقولوا انا بخير وعلى خير. اللي خداكم عليا كي درتو مع شي برد، مع شي عطل مخربقه المرونه المروبله. المهم البنات، نتمنىكم تكونوا هانين فرحانين سعدانين نشطانين وبردانين. اكيد بردانين باردين في هذا الجو ديال الشتاء. الحمد لله على كل حال. واحد الوصفه غادي نبارطاجيها معكم بحكم انا اختي كنصايب التحاميل واللحسه. واحد الحاجه نقول لكم، كاينين شي بنات كيقولوا لي حط لينا التحاميل بطريقتك. دخلي لاشين تساري. بداي من اول مره بديت كندير التحاميل كنصايبهم حتى لاخر مره. لكن كاينين شي حوايج كيتقالوش هما باش كنخدم انا، يعني الا قلتهم في اليوتيوب ماشي تا واتساب غادي يضيعوا. انا ما نعود جالسه الله ما ندير حتى شي حاجه. هادشي اللي بغيت باش نكونوا واضحين. اللحسه راه تنوريها لكم، عرفتي علاش اللحسه تنوريها لكم؟ ما كاينش حاجه ممنوعه ولا غادي تخبى. لا، شوف ديال التحاميل شويه كتار وفيهم شي حوايج اللي شي تركيبات اللي مثلا شي 6 الاعشاب ولا 4 اللي ما تستغنيش عليهم، هما اللي يطلعوا دوك التحاميل باش تكونوا فاهمين. هما باش كتخدمي بهم، لا انا لا شي وحده تاجيره، لا الله اعلم. المهم كنهضر على راسي، داكشي اللي كندير انايا. اللحسه لا، اللحسه كديري فيها اضافات. ممكن لك انتي لوحده اخرى لاي وحده دير اضافات. كاين واحد لاباز ولكن كاينين اضافات. وحتى اللحسه راه فيها واحد اللعيبات. كاين واحد لاباز كنهضر، شوفوا اقسم بالله العلي العظيم كنهضر على راسي فقط. انا كنتقلد بهادشي اللي كنقول. انا كنهضر على لحستي وتحاميلي، هذه هي طريقتي في الخدمه. شي حاجه اللي مضره بالصحه ولا شي حاجه راه ماشي هي هاد التركيبه. ما فيها حتى شي حاجه مضره، لحقاش هي قدامكم انايا. كون كانت شي حاجه انا الاولى طيحني. وزيدوا داكشي ديال الخايب والزين وداكشي راه كاين الله. هادشي اللي بغيت نقول لكم، غير كيبقى واحد كيفما تيقولوا التشهيرات سر المهنه. واحد اللعيبات ما تعطيهمش تديعيهمش باش تبقاي انت خدامه. هذا غير بين قوسين، القوس فتحته وغادي نسدو. دابا لحقاش يسولوني البنات، اللحسه راه ممكن كتشوفوها بالديتاي. التحامل راه حتى الطريقه باش غادي نخدمهم، باش انا غنجيب الاعشاب وغنغسلهم، ولا فيديوهات فيهم طوال. ومثلا التحامل فيهم 36 عشبه حتى ل 40 عشبه. كل ما انا غنستفهم فوق الطبله غندير فيديو راه بقينا هنا. واش فهمتوا؟ نسدو دابا هاد القوس وسمحوا لي. المهم عشان نهضر معكم بحال خواتاتي، الوضوح راه مزيان. لاش غنبقى نجرجر فيك؟ لا واخا وانا قريت الكومونتير ديالك استسمح. هادشي اللي كاين. ندوزو دابا الوصفه ديالنا. البنات بزاف تيهضروا معايا تيقولوا لي باردين، ضربنا البرد، عندنا الوجع. في هذا تيجيوهم اللي غير بالوجع اكثر في هذا البرد. كاينه اللي ما تتنزل على شحال ديال الوقت بواحد الوجع خايب. كاينه اللي تتعطل، كاينه اللي الهرمونات ديالها ما مقادينش، كاينه اللي عندها افرازات، كاين اللي عندها حكه، كاين اللي عندها كتحس براسها ديما الحريق في البلايص فين كيجينا الوجع داكشي. كاينه اللي عندها الوالده طايحه. حنا بالدارجه ديالنا بالمغربيه تنقولوا الوالده طايحه. غير واحد المشروب عندي تجربه شخصيه، ماشي هادشي كله انا عندي. الوالده طايحه لها هابطه نازله. المهم شي الاخر ممكن مع دابا البرد. انا من النوع اللي واخا ندير الاعشاب ندير كنحس براسي عرقانه سخونه كندي، ولكن كنحس في الصباح من يلا كنفيق الركابي ديالي كيتغزوا عليا. فهمتوا؟ انا الحمد لله ما تيجيني لا وجع لا والو. باش تكونوا اكيد كوني اكيده من هادشي كنقول والله ما كيجيني الوجع، ولكن تنقول داكشي فين تنحاول ندخلوا الاعشاب، حيت ديما انا الاعشاب، ديما انا الاعشاب. فهمتوا؟ داكشي علاش الجسم ديالي واخا ما يكونش سخون في نفس الوقت ما كيجينيش الاعشاب، كيجينيش البرد، ما كيجينيش الاوجاع. الحمد لله. بعد ديك الوقيته الحمد لله. انا راه في الوقيته فاش كنت كنقرا والله راه فايته قايله لكم شي فيديو. واحد السيده كانوا ديك الوقيته، واحد البنت صغيره، كان في داك الوقت كنا صغار، هي كانت كبيره مني في السن، كان عاقله كيقولوا فلانه جاها الوجع. هادشي راه كيهزوها، كتجي لومبيلونس كتديها للسبيطار ضروري يدكوا لها شي برا. الله يعافي كاع البنات والولاد يوصلهم لهذيك الحاله. حتى دوك الاوجاع ديال الدوره في مره في الشهر تيجيو في شي شكل. المهم هاد الوصفه غادي تحيد لك هذوك الاوجاع ان شاء الله والبرد، وغادي تسخنك دوك الافرازات واللي كتحس بالوالده طايحه، الحكه، البلاصه ديك البلاصه مديره فيها افرازات وما ناشفاش. هادشي اللي نقدر نقول لكم على هاد الوصفه، لحقاش انا كنجربها. كنجربها كنديرها في هاد الشتا. اغلبيه الوقت كنديرها في هاد الشتا، غير كل مره كنقص مكون نحط مكون. دابا هاد المكونات اللي غنعطيكم انا مجموعين 3 خطيرين. باش ما نطولش عليكم اختي، ضروري من الافاده في الفيديو نديروا الوصفه. انا عارفه الوصفه كلها فيها 4 دقائق، ماشي لشي حاجه، ولكن تنحاول نفهمكم في الاول الفيديو
باش نعطيكم الوصفه. مع انني كنلقى بزاف البنات كيديروا ودوز لاخر الفيديو تقول لي بحال ديك ديال اللوز وجنجلان واش نحمرهم من نيتك اختي، والبروفيل كله فيه كيلوات محمرين باش ولاو هما مارو داك اللون باش ولا هكا راه حيت محمرين. ركزي يا اختي معايا شي شويه، عطيني من وقت واحد 8 دقائق حتى انا نعطيك من وقتي بزاف والله ندور لك هكا التليفون تتهربك وشي باقي معطل. المهم الوصفه اش كنحتاجو فيها الشيبه، دابا موجوده الشيبه معروف عليها كتسخن، ما نعرفش الفوائد ديالها اللي كنعرفو حنا كنديروها في اتاي كتسخننا. هادي الشيبه واعره، الشويلاء في بلاصه اخرى كيقولوا الشويلاء، المهم الشيبه كنحتاجو غير واحد بحال هكا وريقات بحال هكا. هاد المشروب غنديرو دابا معكم وغادي نشربوه دابا وغادي نجربوه دابا ونديرو دابا ونشربوه دابا. وكنحتاج كيما قلت لكم الشيبه، كنحتاجو هنا الورق ديال المعدنوس، الورقه اللي غليظه كنقولوا الربيع ولا القزبر ما عندناش، هاد الورقه الغليظه وريقات بحال هكا. نوريكم. كنحتاجو الخزامه اختي، الخزامه ضروري تنسفيها وتنقيها من العواد وتغربليها باش طيح من هذاك الحشحش والتراب وتغسليها. طبعا هادشي كله اللي كنقول لك خاصو يكون مغسول ومنقي. علاش؟ شي غنشربوه شي غنستعملوه غنتوضاو به نستنجاو به، فهمتوا؟ داكشي خاص يكون هادشي نقي. حاولي الكميه ديال الخزامه تكون غالبه على الكميه ديال هاد الجوج اختي. هاد المكونات اقسم بالله العلي العظيم وداومي عليهم مره في السمانه يا عمرونا ضربك هذاك الوجع، ولا بقاو عندك افرازات ولا حكه ولا روائح خايبه ولا ديك البلاصه كتحسي البرد ولا البرد في الركاب ولا البرد في الوالده ولا الوالده طايحه. هادي عجيب الله عليها التيسير ولدي 4 توام اللي غيتخلعوا ما يديروهاش. وكنحتاجوا واحد قرعه الماء، ماشي قرعه الماء غير كاسرونه ديال الحرب ديال الطوارئ هذه والماء. باش غادي نديرو باش غنصايبوا الوصفه. اول حاجه هانتوما غندير معكم هكا، هذه كتطبخ واخا غادي نشربوا واحد الكويس كتطبخ، ما يمكنش غادي تخوي عليها الماء طيب وتسنايها تطلق، لا غنديروا ديك الكميه ديال الخزامه عينك ميزانك هانتو. المهم هذه ديال الطوارئ الكاسرونه ونقيه. كنديروا هنايا لهاد المعدنوس والشيبه بلاتي اختي نخويو عليهم تقريبا غنعمر عليهم الماء اللي غنشربوا ونغسلوا بهم. يعني طيح ليا الكاسرونه من يدي عاد تفقع عام فيها مايش بديك القرعه مفركسه. هذه اختي مفركسه يعني كيحطوها في العراسات، هذه هازه رابعه بالقيطره. هانتوما عمرت عليها بحال هكا بالماء، هانتوما بحال هكا عمرت عليها. غادي نديرها فوق البوطه، غادي نغطيها بشي حاجه ونخليها ما رايماش ونخليها تغلى على خاطر تيبان ليا البخار تيبان ليا المكونات غلاو وطلقوا. ومن بعد غادي نرجع معكم نصفيوها ونقول لكم واش غادي ديروا بها. صافي البنات هاد الفيديوهات شحال كيشدوا ديال الوقت. المهم من بعد ما غلا الخليط غلا لينا انا غادي تخوى عليا هادشي. علاش انا ما كنبغيش ندير معكم الفيديو فيه المونتاج وفيه قطعي من هنا ديال هنا، كنبغي داكشي يكون واضح. واش فهمتوا؟ ما واضحش هو في الحقيقه ما واضحش. المهم دوك المكونات درتهم هنايا طبختهم. غتشدي هاد الكاسرونه غتمشي للبيت ديالك، كاسرونه ديال الطوارئ ماكش كنسلقي فيها بطاطا والبيض وجي ديريها نتيا باش نتفاهموا. لقى شي كومونطير بحال هكا غتاخديها غتدخلي للبيت ديالك غتكوني لابسه شي قشابه طويله متصوله ما لابساش الحوايج كاع، لابسه هي غادي بحال تجلسي قفازي بحال جالسه في الطواليط. اعزكم الله كنشرح لكم، كاين شي بنات ما كيفهموش. غتحطي الكاسرونه غتجلسي واحد شويه قفازي وغتخلي داك البخار. بعدا قبل غتصفي منه واحد الكويس، غتصفي كويس وتخليه على جنب وتغطيه. تمشي ديري هاد اللعيبه اللي قلت لك شي بيجامه طويله ما لابسه والو لتحت، غتخلي داك البخار يطلع. تجلسي بحال قفازي وغادي تخلي البخار يطلع مزيان. صافي تحيديها هيايا تصفيها وتغسلي هذا الشيء اللي كاين هنايا. ديك الساعه ما بغيتيش حيت ديك اول مره خديتي داك البخار هادشي غتحتفظي به في الثلاجه وغادي تاخدي داك الكويس اللي صفيتي وغادي تشربيه وغتمشي تنعسي. علاش اختارينا في الليل نديرو هادشي؟ هذاك الشيء اللي شربنا غيحيدنا البروده، يحيدنا الوالده طيح، يحيدنا بزاف التخربيق الافرازات البرد اي حاجه الوجع. ما غاديش نوضو حنايا في الليل، اكثريه فينا ما كينوضش في الليل، غادي ما كنهضرش على راسي، غينوض في الليل غادي يشرب الماء. يعني داكشي غيخدم لك، وهذا البخار اللي درتي حتى هو يخدم لك. هادشي اللي غتخليه مخبي خليه على طول الاسبوع من الليل ديري نفس الطريقه، ما تبقيش تشربي
صافي شربتي داك الكويس. ما بقيتيش غادي تشربي، شدي غير هذا الخليط الثاني، سخنيه مزيان وخليه يطلع فيه البخار مزيان وديري البخار. ما بغيتيش ديري الطريقه ديال البخار، صفي وخليه حتى يدفى وسيري تستنجي به بحال شي جيل انتي، بحال شي ماء. وتفكريني انا عطاك النهار الاول غتحسي بواحد التغيير، النهار الثاني النهار الثالث غتقولي لي ماشي الله يرحم الوالد، غادي تقولي هاد الوصفه تحفه ومحلول ولا شنو هو لوسيون ولا اش كنقولوا ليه ماء باش كنغسلو خطير، وما يحتاج لك لا جيل انتيم ولا شي دواء لا حتى شي حاجه. غادي تدخلي داك الكويس طبيعي غينفعك على طول الاسبوع. داك الكويس فين ما تتجدي هاد ديريه جديد، هاد الخليط حاولي تشربي دائما داك الكويس. غير الوصفه كدار في الليل، في الليل ملي غنديروا داك البخار وغنستنجاو غنلبسوا حوايجنا مزيان كولون وداكشي القيشرات وغتشربي الكويس غتدفاي، ماشي غتنوضي طايحه فيانا تغسلي في المواعن طيبي ما عرفتش غديري. واش فهمتوا البنات؟ هادشي اللي كاين. نتمنى الوصفه تعجبكم تكون فادتكم. ما كنطولش عليكم، الا طولت عليكم راه غير في الصح. انا اختي فيديوهاتي تيكون ما عندك ما يدار مساليه قبك، ما تابعك حتى شي حاجه، ما مزروباش، ودخلي تفرجي واكتشفيهم. خلي المعلومات داك ما نقولك بارطاجي لا شي حاجه كثير بارطاجي، تيجيني بحال شي طلبه. يلا بسلام عليكم.